اكلتنا النهارده هي الويكا. هنعمل مع بعض النهارده الويكا، وهنعمل كمان البتنجان المخلل بطريقه بسيطه وسهله. والويكا كمان طريقتها ان شاء الله تعجبكم، انا بعملها على طول بالطريقه دي، وكل اللي بيدوقها عندي بيشكر فيها جدا جدا. شكل البتنجان كده بصوا شكله عامل ازاي، وهو مشطشط كده وملهلب. معايا هنا الويكا بتاعتي مقطعاها شرايح بالشكل ده. طبعا الباميه بتجيبي الباميه الكبيره. والشوربه بتاعتي انا كنت بشيل الشوربه في الفريزر، بنزلتها سيحتها وفيها طبعا ملحها وكل حاجه. نزلت بالباميه بتاعتي ونزلت عليهم معلقه توم وشويه من الفلفل الحراق. جبت هنا الكبه كام فص توم كده حلوين، ملح وفلفل وكمون، وشويه من الكزبره الناشفه. وحطيت كمان شويه فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل حراق، وضربتهم كلهم مع بعض. هشيل جزء كده وهخلي بقيه الجزء هضيف عليه معلقتين من الخل، وهحط كمان عصير ليمونه كبيره او ليمونتين صغيرين. وهتدوقي الملح بتاعك لو مظبوط تمام، وهتبتدي تحطي بقى التتبيله بتاعتك في البتنجان. بكون قلياه وهحطه في التلاجة. وهاجي هنا على الويكا تاني. طبعا خلاص هنا بقى ابتدت تخش معايا في السوا، حطيت عليها شويه من الكزبره الخضراء، وتفضلي تقلبي فيها كده لحد ما تتهري معاكي خالص. نيجي نعمل الطشه. جبت هنا معلقه سمنه كبيره مع حته توم كبيره كده ساده، وخدت شويه من الدقه اللي احنا عملناها في الكبه، وحطيت عليها شويه ملح ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه. وابتديت اعمل التوم كده اقلبه لحد ما ريحه التوم طلعت كده معاكي. وبعد كده ضيفيها على الويكا بتاعتك وهي سخنه، وتاكليها بقى مع الطشه بتاعتها كده وهما الاتنين سخنين. والبتنجان بتاعنا كمان خلص وبقى معانا بالشكل ده. بجد احلى اكله ممكن تعمليها، طعمها حلو قوي قوي. ويبقى الف هنا وشفا على قلبكم لما تجربوها. باي باي.